سمعنا كثيرا عن ملوك الكبدة واللوبيا وآخرون، أما اليوم السيدة سارة دخلت السباق وافتكت اسم ملكة الكبدة عن جدارة. طوابير تنتظر تذوقها في سندويشات وفي أطباق مميزة. سارة تؤكد أنها أول جزائرية تصنع شاورما الكبدة، هذه الوصفة المصنوعة بالكثير من الحب. نتابع. المشروع تاعي جميل جدا كوني ملكة الكبدة. كما النحل الملكة هي الصح، القليل من الإرادة مع الكثير من الحب. شابة الوصفة، هذه هي الوصفة. الرجال بزاف يخدموا الكبدة، يعني اشاك فوا نسمعوا بلي راجل فتح كبدة، اشاك فوا نسمعوا بلي راجل ربي يعاونهم، لكن المرأة لازم تبان كما بانت في بزاف مجالات. كي درت شاورما الكبده في الاول تلقيت بزاف انتقادات، على خاطرش ما تكزيستيش في العالم. انا مازال ما شفتهاش. تلقيت بزاف انتقادات تاع كبده وما تجيش والدور ما على بالهمش بلي انايا سيتها وسيت اسكو الدور اسكو تطول. بصح مع الوقت كي جاو ذاقوا وشافوها بلي ما شاء الله والحمد لله بنينه، تقبلوها والحمد لله. هي انا اول وحده دارت شاورما كبده في العالم، يعني جزائريه وتبقى جزائريه. وكما قال الواحد صافي بليزيغ بداو يديروها، وشفت باللي بداو يديروها. بصح باش تتاكدوا باللي جزائريه روحوا لي فيديو في الفيسبوك تلقاو لا دات تاعي في اوت. انا نهار كريتها درتها في اوت. كاين تاني شاورما كبده. داكور نص ساعه ربع ساعه تكون لا كوموند تاعك عندك. انا هي صاحبه الاسم والفكره جات من مخي، عندي مخي يخدم والحمد لله. حسيتي هاد الوجبه ملكة الكبده قلت لك على خاطر لقيت بزاف، قلت لازم انت دير كبده، لازم تتخصص في الكبده. لا الكبده خير ان شاء الله. كي بديتها قالوا لي ساره راكي راكو تخلطوا برك في الكوزينه، تخلطوا. كاين معلومه انه الكوزينه ما فيهاش حدود، يعني تعطيني دوكا اي ديزانغريديون لازم اي شاف يكريي غوسات. باش تكون ان شاف اللي كرياو قبلنا كرياوها ما جابوهاش، هما اخترعوها. هي انا بداياتي كامل يعرفوها، خدمت في مطاعم، خدمت في اوتيلات، خدمت يعني ما كنتش خدامه عند روحي من الاول. صعيبه، تعبت باش وصلت. ونهار ديسيديت نفتح كنت متيقنه، يعني نقول لك 80% بلي ننجح، لاخاطش كان الكونسيبت جديد، واي حاجه قلت لك جديده تزيد في الانسان وتزيد في البلاد تاعك، يعني تزيد حاجه تزيد لي في الجزائر ماذا بيا. اي واحد راح يزيد يفتح ويزيد مليحه، ثم لازم ديري ثقه في روحك وما تخافيش، خاطر الخوف في رزقك. نقعدوا ولا ما يلقاوش الكونتيتي لا ما يحوسوا عليها، يعني مانيش نوفر الكونتيتي. علاش؟ خاطر الكبده ثاني راهي شويه في السوق، لازم ندي كونتيتي تطلع وتهبط في السومه، لازم نوفر كونتيتي اكبر ان شاء الله. علاش لا. قولي لنا الطلبات اليوم غريبه، اسكو زعما طالبوا عباد مخالف قانون كاين بزاف اشخاص جاوني من العديد من الولايات، جاوني حتى من خارج الوطن.
منهم راهم في لي كومونتير، تروحي لي كومونتير جيناك منا الله يبارك ما شاء الله حسن الاستقبال، وهذاك هو الصحة. مالغري البنات ثاني تلعبوا بصح الحمد لله، يعني محبة الناس كنز لا تقدر بثمن. التعب اللي تعبته يا ربي سبحانه وحده عالم به، لكن الحمد لله كي نشوف النتيجه، قلت لك كي نشوف الابتسامه تاع لي كليون وفرحانين اللي شافوني ويجوا حتى دراري صغار يجوا يحوسوا عليا، شفناها في تيك توك، شفناها في الفيسبوك، شفناك جينا لك. وخص نص المدام ما شاء الله فريمون استقبلتنا ما شاء الله من خشله. الكبدة نفخر بها على خاطرش شغل طيب مليح